ما تدخلش علاج طبيعي خاص بارت 2. فاكريني هغير رأيي؟ اكيد لا. النهارده هنكمل مع بعض انا ليه قلت ما تدخلش علاج طبيعي خاص وما تدخلش اي كلية طبية خاصة، وانا ستيل عند رأيي حتى بعد الكومنتات السلبية اللي اتقالت. اولا لان عددها قليل جدا، الفيديو جايب اكتر من 1,000,000 مشاهدة سواء على الفيسبوك او على التيك توك، فانا طالعة اكمل انا ليه قلت كده. فتاني ما تدخلش علاج طبيعي خاص الا في حالة ان انت مقتدر ماديا جدا ان انت تدفع مصاريف الكلية اللي دلوقتي بتقارب على 1,000,000 جنيه، وفي نفس الوقت مش شايل هم ما بعد التخرج وهتقدر ان انت تفتح البيزنس الخاص بيك او ان انت تشتغل شغلانة ليها علاقة بمجالك تكون موفرة لك العائد المادي اللي انت محتاجه. غير كده هتبقى انت بتظلم نفسك وكمان بتظلم اهلك. بما انك كطالب مش انت اللي بتصرف على نفسك، فالاهل اللي بيصرفوا ما تدخلوش ولادكم غير لو انتوا قادرين ماديا ان انتوا تدفعوا لهم مصاريف الكليه وتساعدوهم ان هم يقفوا على رجليهم، وتساعدوهم كمان ان هم يفتحوا بيزنس ليهم بعد التخرج، لان هو ده الاستثمار في التعليم. انت بتستثمر في تعليم ابنك عشان بعد ما يتخرج يكون ليه بوزيشن اجتماعي ويكون بيعرف يصرف على نفسه ويكون مرتبه كويس جدا ويعيش عيشه مرتاحه بعد ما يتخرج. فلو ده ما حصلش يبقى ده مش استثمار. من الحاجات السخيفه والظلمه اللي اتقالت على الفيديو اللي فات ان طالب الجامعه الخاصه ملوش الاحقيه ان هو يتكلف زيه زي الطالب الحكومه، لان من وجهه نظر بعض الناس ان الطلبه دي هي داخله بفلوس ابوها وجايبه مجموع قليل وهم اللي بوظوا التنسيق، وهم نفس الناس اللي بيقولوا احنا اتظلمنا في الامتحانات والناس دخلت غشت في الامتحانات وجابت مجموع اعلى مننا وخدت اماكن مش من حقها، وان تعويضا عن تعبنا ومجهودنا في الامتحانات اهالينا بيدفعوا كل الفلوس دي علشان يحققوا لنا احلامنا. في حاجه غلط صح؟ الحقيقة ان طبعا مفيش فرق ما بين طلاب الحكومة وطلاب الخاص، غير بس ان طلاب الجامعات الخاصة اهاليها مقتدرة ماديا شوية وضحوا بحاجات كتير مقابل ان هم يحققوا حلم ليهم وحلم لاولادهم. النقطة التانية ان الجامعات الخاصة المفروض ان هي بتاخد بنسبة اقل 5% من التنسيق الحكومة، وده مش فرق درجات كبير، احنا بنتكلم في تقريبا 25 درجة. ولو انتوا شايفين ان بيحصل السنة دي عكس كده فده مش ذنب الطلبة اطلاقا، ده ذنب اللي سمح ان يكون في عدد الكليات الخاصة الكتير الموجود دلوقتي. كمان من ضمن الكومنتات السخيفة، هو طالب الجامعة الخاصة مستني ال2000 جنيه اللي هياخدهم من التكليف بعد ما يتخرج؟ اولا التكليف بتاع الحكومة مش 2000 جنيه خالص، تكليف الحكومة بيبدأ من 6000 جنيه للخريج الجديد. هو كان 2000 جنيه بس الكلام ده عدى عليه اكتر من 4-5 سنين، فده كان رقم بيسند كويس قوي مع الخريج الجديد. التكليف بالنسبة للكليات الطبية مهم جدا، وبالنسبة لعلاج طبيعي بالذات اهم، لان هو ده اكتر حاجة متاحة ان احنا نشتغل شغلانة دايما بمرتب ثابت فيها مميزات الشغل الحكومة. غير كده فانت كدكتور علاج طبيعي مش متاح قدامك غير ان انت يا اما تشتغل في التدريس، يا اما بتشتغل في مستشفيات خاصة، يا اما تفتح المركز الخاص بيك او تشتغل عند حد، او ان انت تبعد شوية عن مجال العلاج الطبيعي وتشتغل شغلانة تانية. فبعد ما النقابة اصدرت قرار ان التكليف للكليات الطبية اللي من ضمنهم العلاج الطبيعي بقى حسب الاحتياج، فلازم تفكر، لان احنا عدد الخريجين بيزيد جدا والله اعلم التكليف اللي حسب الاحتياج ده هيطبق ازاي، وهيحتاجوا اصلا امتى، وهيحتاجوا من دفعتك ولا لا، ولو هياخدوا من دفعتك هياخدوا بناء على ايه. في اسئله كتيره قوي على جزئيه التكليف لسه ما وضحتش، وكل سنه هتبقى بظروف مختلفه. وردا على الناس اللي بتقولي انت دخلتي كليه خاصه وانت عشتي التجربه وانت مش عايزه حد يبقى دكتور زيك وانت انا لما اهلي دخلوني الكليه دخلوني علشان كان وقتها بيقولوا احنا هنيجي على نفسنا ال6 سنين دول وهنيجي على البيت وعلى اخواتك وعلى كل حاجه، مقابل ان انت لما تتخرجي تبقي حطيتي رجليكي على اول الطريق، هتتخرجي سنه ولا سنتين بالكتير هتستلمي تكليفك وليكي شغلانه بمرتب ثابت. لكن فجاه انا بقيت اول دفعه التكليف ليها حسب الاحتياج، والله اعلم احنا هنتكلف ولا لا، ولو هنتكلف امتى. طيب هتقولوا لي الشغل مغرق الدنيا في المراكز وهكذا، الشغل حقيقي موجود، ولكن المرتبات في الشغل الخاص قليله جدا ما تقومش بيت. والاهم بقى ان بالنسبه للبنات احنا يا اما من وقت الكليه مثلا مخطوبين او خلصنا الكليه واتخطبنا واتجوزنا، او بمجرد ما اتخرجنا اتجوزنا وخلفنا، فاحنا بقى عندنا مسؤوليه وعندنا بيت، بتبقى زوجه وام وعندها مسؤوليات كتير. فكره الشغل الخاص ما بتبقاش مناسبه اصلا معاها، هي مش مناسب معاها ان هي تنزل تشتغل بره البيت من 6 ل 8 ساعات
في شغل خاص ملوش اي مميزات الشغل الحكومه، بالذات المميزات اللي بتكون موجوده للام والاجازات والحاجات دي كلها. فتخيل كده واحده خلصت الكليه بتاعتها، اتجوزت وخلفت وفضلت قاعده في البيت، وبعد سنتين 3 عايزه ترجع تشتغل. هتشتغل ازاي وهي المفروض عز طاقتها وعز شغلها اول ما اتخرجت؟ فلما تيجي تدور على شغل بعديها بسنتين 3 هيجوا يقولوا لها ايه؟ احنا محتاجين حد لسه خريج جديد وحد عنده خبرة، انتي بقالك الفترة الفلانية قاعدة في البيت ما اشتغلتيش. وكمان بالنسبة للشباب، هما بعد ما بيخلصوا جيشهم بيخرجوا يلاقوا شغلانة مضمونة بمرتب مضمون، مع شوية الاجتهادات اللي بيعملوها في ان هما بيشتغلوا برايفت وبيشتغلوا في مراكز علشان يغطوا الالتزامات اللي عليهم، الدنيا بتمشي. لكن مش بيخرج من جيشه لسه مش عارف هو هيعمل ايه، ولسه يا ترى هيلاقي شغل ولا لا، وهيعرف يشتغل اصلا ولا لا، وهو مؤهل ولا لا، ولا هيقعد يذاكر ولا اي حاجه من الحاجات دي. فشغل الحكومه مش اساسي ان انا اعتمد عليه، ولكن هو بيسند وبيكون اساسي في مواقف كتير، بالذات ان احنا مهنه صعبه ومهنه بنتصاب فيها كتير وبنتعب فيها كتير. فهو حاجة بتسندك في وقت ما بيحصل لك ظرف، اتصبت او خلفتي او حصل لك اي مشكلة ومحتاجة تاخدي بريك، فانت عندك شغل الحكومة موجود. او لو انت استغنيتي عن كل الشغل الخاص وبرضه محتاجة تاخدي بريك من الشغل الحكومة، فانت بتقدري انت تاخدي اجازة، ومنين ما تبقي مستعدة للشغل بترجعي. لما تلاقي بيان بيقول ان التكليف اصبح حسب الاحتياج، ومش بس كده، في كمان امتحان مزاولة مهنة لازم ان انت تنجح فيه علشان تجدد الرخصة بتاعتك كل 5 سنين، يبقى لازم وقفة. لازم تفكر وتمشي مع التيار مش عكسه. المنطقي ان اي اب قادر يدفع جزء او يدفع المصاريف بتاعة الكلية الخاصة اللي ابنه عايز يدخلها ومش هيقدر يقدم له اي حاجة اكتر من كده، فالاصح والمنطقي ان هو يستثمر الفلوس دي في ابنه في تخصص تاني تكلفته في التعليم اقل، بس هيخرجه قادر ان هو يقف على ارض صلبة. انه والله صعب جدا ان انت تكون كطالب متخرج او في اخر سنة في التخرج وشايف كورس او شايف حاجة فيها حاجة مهمة محتاج تتعلمها وناقصة عندك، وانت مش قادر ان انت تروح تاخد الحاجة دي علشان انت معكش فلوس واهلك مش قادرين. وصعب برضو ان انت كطالب تشوف اهلك بيبيعوا حاجة من بيتهم او بيبيعوا حاجة مهمة عندهم علشان خاطر تتعلم الحاجة دي. الموضوع فعلا مش مستاهل. الناجح والشاطر بيقدر ينجح في اي حاجة هو بيتحط فيها، كل الحكاية بس ان احنا نفكر بشوية عقل وبس كده. سلام.